ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وان شاء الله النهارده هقرا لكم 4 قصص من القصص اللي اتبعتت لي على رسائل الفيس، وفي منهم قصص اتكتبت في كومنتات على الفيديوهات السابقه. القصه الاولى منهم هي قصه طويله، والثلاث قصص التانيين هي قصص صغيره شويه. المهم ما تنسوش لو القصص بتاعت النهارده عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولو انتم لسه منضمين لينا هنا حديثا في القناه ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات في ميعادها. ويلا استعدوا وجهزوا عشان اقرا لكم اول قصه من القصص. بيقول صاحب القصه الاولى: يا استاذ او يا استاذه يلي هتسمعوا حكايتي، بعد اذن حضراتكم لو انتوا بتقرفوا بلاش تكملوا سماع الحكاية. عارفين بالرغم من ان الانسان اخترع الطيارات وطلع الفضاء واخترع وسائل تواصل كتير ووصل لتقدم علمي مذهل، اهو بالرغم من كل ده الا ان لحد النهاردة لسه في اماكن خربانة وفي اماكن فقيرة، وكمان في ناس مش لاقية تاكل، وكمان في قرى لحد النهاردة لسه ما وصلهاش الصرف الصحي، ومن ضمن القرى دي كانت قريتي. انا راجل صعيدي من قرية من قرى صعيد مصر، ولك ان تتخيل بقى يلي هتقرا حكايتي ان لحد النهارده القريه اللي انا منها ما وصلهاش خدمه الصرف الصحي، ولسه قريتنا لحد النهارده بتعمل بنظام الطرنشات. وللي ما يعرفش يعني ايه طرنشات فحب اقول له انها عباره عن غرفه تحت كل بيت. الغرفه دي بيتجمع فيها الصرف بتاع البيت او العماره كلها، ولما الغرفه دي بتتملي المفروض ان بيجي شخص بعربيه تابعه للمركز، والعربيه دي بيبقى فيها موتور شفط قوي بيشفط عن طريق خرطوم بلاستيك ضخم الفضلات اللي في الاوضه دي، وبتتم عمليه الشفط عن طريق فتحه بتبقى موجوده قصاد باب كل عماره او زي ما تقولوا كده بلاعه، والفتحه دي طبعا بيبقى تحتها الغرفه او الطرنش اللي بيبقى فيه الصرف او فضلات شقق العماره كلها. المهم ان الغرفه دي المفروض يعني ان كل فتره كده بتعدي العربيه بتاعت المركز الصبح عشان تاخد منها كل اللي فيها، ومن عند الشخص اللي بيبقى شغال على عربيات تنظيف الطرنشات بتبتدي حكايتي. ببساطه كده انا واحد من الناس اللي بيشتغلوا على عربيات نسح الطرنشات، والمفروض ان انا بعدي الصبح على العمارات اللي بيتاخد منها الفضلات عشان تترمي في الصحراء، والمفروض والطبيعي يعني ان شغلي دايما بيبقى الصبح. لكن في اليوم اللي انا هحكي عنه ده اضطريت ان انا انزل شغل بالليل لاول مره في حياتي. في يوم كنت قاعد في البيت بالليل مع مراتي وولادي حوالي الساعه 12 نص الليل كده، وقتها رن موبايلي برقم بواب عماره من العماير اللي بعدي عليهم الصبح بالعربيه. لما رديت على التليفون لقيت البواب بيقول لي ان الطرنش اللي قصاد العماره اللي هو حارس عليها الميه اللي جواه كترت قوي لدرجه انها خرجت من الفتحه بتاعت السحب وغرقت الارض قصاد العماره. طبعا انا وقتها قلت له ان هبقى اعدي عليه الصبح، لكنه فضل يتحايل عليا ويحلفني بالاحياء وبرحمه الاموات ان انا انزل له وانضف الطرنش. بصراحه انا تعاطفت معاه وقلت بيني وبين نفسي ان الموضوع لو استنى لحد الصبح ممكن يتسبب في كارثه، فمن الاخر كده وافقت وقلت له ان انا هلبس وانزل للمركز اخد العربيه اللي بشتغل عليها وهعدي عليه. وفعلا لبست ونزلت للمركز وخدت العربيه اللي بشتغل عليها بعد عناء طبعا مع الناس اللي في المركز، وبعد كده طلعت على العماره اللي البواب بتاعها اتصل بيا. لما وصلت هناك لقيته قاعد على الدكه الخشب اللي جنب باب العماره وكانه قاعد مستنيني. وقفت بالعربيه قصاد باب العماره وسلمت على الراجل، وبعد كده سحبت الخرطوم من العربيه ووصلته بالموتور اللي في اخرها وشغلته. بعد كده شلت الغطا الاسمنت اللي في الارض على الفتحه وحطيت الخرطوم وابتدى الموتور يسحب من الطرنش الخزان العربيه. عمليه السحب دي بتاخد وقت، فعشان كده قعدت جنب البواب اللي مشكورا يعني قال لي انه هيدخل اوضته اللي في الدور الارضي عشان يعمل لي كوبايه شاي. وقتها بصراحه شكرته وقلت له ان كوبايه الشاي دي جت في وقتها لاني صاحي من بدري ومحتاج حاجه تفوقني. قام البواب ودخل اوضته، وانا فضلت قاعد على الدكه وانا بتامل في الشارع اللي كان فاضي وضلمه، لحد ما فجاه سمعت صوت حد بيصفر من ورا العربيه اللي كانت راكنه قصادي بالظبط. طبعا صوت الصفارة كان عالي، واكبر دليل على انه عالي هو اني سمعته بالرغم من علو صوت موتور السحب. وقتها قمت من مكاني واتمشيت لحد الناحية اللي ورا العربية علشان اشوف مين اللي بيصفر او الصوت ده جاي منين. بس اول ما قمت ولفيت من جنب العربية كده فجأة اتسمرت في مكاني لما شفته.
كان شاب طويل جدا لابس لبس متبهدل، هدومه ووشه وكل شبر في جسمه كانوا غرقانين دم. المصيبة بقى ما كانتش في الدم ولا في ظهور الشاب ده، المصيبة الكبيرة ان الشاب ده كانت دماغه متكسرة وحرفيا كده مخه كان خارج بره جمجمته، لدرجة ان مخه كان ظاهر قصاد عيني. اول ما شفته غصب عني اتسمرت في مكاني، وهو كان واقف بيبصلي وبيبتسم لحد ما فجأة لقيته قرب مني وبدأ يطلع منه نفس الصوت اللي سمعته قبل ما أقوم من مكاني. كان بيصفر بطريقة مستفزة خلتني غصب عني حطيت إيدي على وداني. ساعتها هو قرب مني وبصلي بغضب، وفجأة لقيته بدأ يخبط بقوة وغضب على العربية، وكأنه بيعمل كده عشان أشيل إيدي من على وداني وأسمع صوت صفارته المزعجة. وقتها ركزت معاه أكتر وبدأت أحس بيني وبين نفسي كده إن ده عفريت مش بني آدم. ما هو مين ده اللي دماغه هتفضل متكسرة بالشكل ده وهيفضل عايش وبيضحك لا وبيصفر كمان. المهم بسرعة كده مسكت أعصابي وبديت أقرأ قرآن بصوت عالي، لكن كل ما كنت بقرأ قرآن كان هو بيخبط على العربية بغضب أكتر وأكتر، لدرجة إن من شدة غضبه بدأ يخبط بدماغه على هيكل العربية. وقتها انا ما اهتمتش وفضلت اقرا قرآن واقرا لحد ما فجأة لقيته طلع يجري من قدامي واختفى ورا العربية. ساعتها انا شلت ايدي من على وداني ولسه هلف عشان اشوف هو راح فين، لكن فجأة وقبل ما اتحرك خطوة واحدة لقيت حد خبطني على كتفي من ورا وبيقول لي الشاي يا عم. لفيت بسرعة وانا مخضوض عشان الاقي قصادي البواب اللي كان ماسك في ايده كوباية الشاي وبيقربها ناحيتي، ولسه همد ايدي واخد منه الكوباية فجأة لقيته سحبها تاني وبسرعة راح رامي الشاي اللي بيغلي جواها في وشي. فجأة لقيت جسمي اتنفض وانا بسمع صوت بيقول لي اصحى يا عم اصحى، انت نمت ولا ايه؟ وده كان صوت البواب اللي لما صحاني اكتشفت ان انا نمت وانا قاعد مكاني على الدكة. لما قمت من النوم وانا مفزوع البواب هداني وجاب لي مية وخلاني اشرب الشاي اللي هو عملهولي. بس وانا بشرب الشاي حكيت له عن اللي انا شفته في الحلم او في الكابوس او الله اعلم يمكن شفته في الحقيقة. والله ما كنت عارف اللي شفته ده يطلع ايه، بس اللي انا متأكد منه ان الشاب اللي انا شفته ده ما كانش مجرد خيالات، لان البواب قال لي يا عم عادي ده عفريت الواد ابو صفارة بيطلع على طول بالليل، هو ما بيأذيش حد، هو بيفضل طول الليل يصفر كده لحد الفجر، لكن انا لما بشغل قرآن وانا سهران بيختفي وصوت الصفافير كمان بتختفي معاه. الواد ده في ناس بتقول انه كان بيشتغل في العمارة دي وهي بتتبني ووقع من على السقالة من الدور السابع. بيقولوا انه كان بيشتغل في حاجة بتخص البنا وكده، يلا الله يرحمه مات متكسر. وبيقول صاحب القصة عقبال ما البواب حكالي حكاية الشاب ابو صفارة ده كنت خلصت الشاي وكمان موتور العربية كان سحب كل المخلفات اللي في الطرنش. ساعتها قمت من مكاني وشكرت الراجل، وبعد كده قلت له قبل ما امشي تعرف يا حاج انا ايه اللي مزعلني في ده كله؟ انا اللي مزعلني ان عماير المنطقة هنا عماير نظيفة قوي، بس للأسف لسه المنطقة ما وصلهاش خدمة الصرف الصحي، واللي مزعلني اكتر بقى ان انا وداني بتوجعني بسبب صوت الصفارة بتاعت العفريت ابن التيت بتاعك ده. لما قلت كده للبواب رد عليا وقال لي يا عم لو على الصرف الصحي فدي حاجة مش بايدينا، دي شغلانة الناس اللي فوق، لو تعرف حد منهم روح اشتكي له وادي دقني لو عبرك او عبرونا، ولو على الصفارة فانت روح ارمي المخلفات اللي معاك وبعد كده روح بيتك خد لك دش سخن واخرج من الحمام شغل قرآن ونام. صدقني مش هتشوف ولا هتسمع حاجة طول ما انت ماشي مع ربنا وكلامه. خلص البواب كلامه وانا سلمت عليه وبعد كده مشيت، رميت المخلفات في الصحراء اللي على اول البلد، وبعد كده رجعت على المركز وديت العربية، وفي الاخر روحت وعملت زي ما هو قال لي بالظبط. بس الغريب في الموضوع بقى ان لما نمت صحيت بعد فترة على صوت صفارة. قمت وانا مرعوب وجسمي بيترعش من الخوف، لكن لما فتحت وصحيت من النوم لقيته واقف قصادي. بس المرة دي مش العفريت اللي بيصفر، لا ده كان ابني اللي عنده 10 سنين، كان ماسك صفارة عمال يصفر بيها. اول ما صحيت من النوم بصلي وقال لي وهو بيضحك قوم يا بابا من النوم احنا بقينا الصبح، بص انا اشتريت الصفارة دي من البقال عشان اعرف اصحيك بيها كل يوم عشان ما تتأخرش عن شغلك. وبس، ولحد هنا خلصت القصة الاولى. تعالوا اقرا لكم القصة التانية.
بيقول صاحب القصة التانية: قصتي دي قصة حقيقية. أنا كنت بشتغل في المعمار في القاهرة، وحصل معايا موقف عمري ما هنساه. كنت شغال في شقة صاحبها قافلها بقالها 15 سنة من ساعة ما والده ووالدته ماتوا، وهو كان مسافر بره وحب يرجع يجدد الشقة ويقعد فيها. فرحت أنا والصنايعية عشان نفتحها ونشتغل فيها. المهم أول يوم عدى علينا عادي، وتاني يوم برضه عدى عادي، بس تالت يوم حصلت حاجة عمري ما هنساها. رحت أنا بدري عن الناس اللي شغالة معايا وبدأت أشتغل في الصالة، والصالة دي جنب منها طرقة بتودي على الحمام الأول وبعد كده بتوديك على المطبخ. الصراحة تقسيمة الشقة غريبة شوية. سمعت صوت همس ورايا فما شغلتش بالي وقلت أكيد بيتهيألي. كملت شغلي عادي، لكن المرة دي ما سمعتش همس، لا أنا شفت واحدة ست واقفة قدام الحمام. شكلها ست مليانة شوية ولابسة قميص نوم من بتوع زمان، وشعرها أبيض ومفرود قوي ووشها بهتان، وبتبصلي بصة خلتني اتخشبت في مكاني وما قدرتش اتكلم ولا اتحرك، وعينيها كلها شر. فأنا من جوايا بدأت استعيذ بالله من الشيطان في سري عشان ما كنتش قادر اطلع صوت. وفجأة لقيتها اتكلمت وقالت لي: انت فاكر انك كده هتخليني اختفي؟ انا لو عايز اذيك هاذيك. حاولت اتكلم معاها واقول لها انت عايزه مني ايه، بس ما كنتش قادر. لقيتها بتكلمني وبتقول لي: امشي وما تجيش هنا تاني، ولا انت ولا اللي معاك، عشان لو جيت هنا تاني هخليك تتمنى الموت. وفضلت تقرب عليا وانا حسيت ان روحي بتتسحب مني، ووقعت واغمى عليا، وقمت لقيتها اختفت اكني كنت بحلم. خدت بعضي ولميت عدة الشغل وجريت وانا عمال ابكي من اللي انا شفته، وروحت وقفلت على نفس الباب، وفضلت شهر تعبان ومش قادر اتكلم، والحمد لله انها جت على قد كده بس. ولحد هنا خلصت قصتنا التانية. تعال اقرا لكم القصة التالتة. طيب بيقول صاحب القصة التالتة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة حصلت لي من 7 سنين. كنت راجع من شغل أنا وأخويا، كنا راجعين الساعة 8:30 بالليل في عز الصيف، وكان معانا عربية، ولما كنا ماشيين العربية سخنت في وسط الطريق ولقيناها بتطلع دخان من تحت الغطا. نزلنا نشوف في ايه في العربية، لقينا المية خلصت من المبرد، والمشكلة ان احنا وقفنا بالعربية في منطقة مقطوعة ما فيهاش حاجة خالص إلا بيت قديم كان مصنوع من الخشب، والبيت كان مضلم ما كانش فيه أي نور خالص. في الوقت ده أخويا فتح غطا العربية عشان الموتور يتهوى، والحمد لله كان معانا كام إزازة مية احتياطي في شنطة العربية. فجأة وأخويا لسه بيملى المبرد بالمية سمعنا صوت صريخ طفل صغير. يعني الصراحة أنا مش عارف أقوله إزاي، بس كان زي صوت صريخ طفل عنده حوالي 3 سنين تقريبا، وكان مصدر الصوت طالع من البيت المظلم ده. سيبنا العربية أنا وأخويا ورحنا عند البيت. الصراحة أنا كنت خايف قوي من منظر البيت، فقلت لأخويا يلا نرجع يلا، بس أخويا كان بيقول لي أنا معايا كشاف في موبايلي وأنت معاك كشاف، تعال نخش ممكن يكون ده طفل، ممكن نعرف ده مين ونوديه لأبوه وناخد ثواب حتى. المهم دخلنا البيت فشوفنا طفل صغير قاعد في آخر زاوية في البيت وعمال بيبكي، وكان ظهره لينا، والواد كان لابس تيشيرت اسود وبنطلون اسود. المهم قربنا منه، بقى بينا وبينه حوالي 1 متر. فجأة لقينا الكشافات بتاعتنا طفت والبيت بقى مظلم جدا، ما كناش شايفين الطفل. فأخويا نادى على الطفل بس ما كانش فيه أي نتيجة، ننده محدش بيرد. فجأة لقيت حد مسك رجلي وكان عمال يضغط بقوة لدرجة إن صرخت وبعدين اختفى. ولما جينا نطفش من البيت لقينا الباب مش موجود وسمعنا صوت كلام مش مفهوم. فأخويا قال لي تعالى ننط من الشباك، وقفلنا غطا العربية ودورنا العربية ومشينا. واحنا في الطريق ماشيين قابلنا الطفل، هو نفس الطفل اللي كان في البيت، بس لقيناه بيعبر الطريق قدامنا بالعرض بسرعة رهيبة. مفيش أي طفل ولا أي بشر حتى هيجري بالسرعة دي. أخويا داس بنزين أكتر وسرع، والحمد لله روحنا بسرعة. وتاني يوم من الخوف ما رحناش الشغل يوميها، وتالت يوم رحنا الشغل. واحنا كنا رايحين الشغل قابلنا ميكروباص محمل ركاب. سألناه عن البيت بتاع أول امبارح ده. صاحب الميكروباص قال لي البيت ده كان راجل وابنه كانوا ساكنين فيه، وبعدين دخل عليهم حرامية
جم يسرقوا البيت وصاحب البيت منعهم فقتلوا الراجل وابنه. الصراحة انا قضيت يوم مرعب جدا، بس هي دي قصتي. بس ولحد هنا خلصت القصة الثالثة. تعال اقرا لكم القصة الرابعة والاخيرة. بصوا يا جماعة، القصة الاخيرة دي هي قصة فيها عبرة. بيقول صاحب القصة: قصة طفل خطفوا الجن. ايه هي قصة الطفل اللي خطفوا الجن؟ بيقول صاحب القصة: لكل اب وام طريقة خاصة في تأديب ابنائه، منهم اللي بيمنع عنهم المصروف او اللعب، ومنهم اللي بيضربهم، واهالي كتير بيتفننوا في الموضوع ده، والاغلبية من الاهل اللي بيدعوا على اولادهم وهم في قمة غضبهم، فبيبقوا مش عارفين هم بيقولوا ايه، لكنها في الاخر دعوة، ودعوة الوالدين مستجابة. والغضب بيعمي كتير من الآباء والأمهات، فبيخليهم يرتكبوا أخطاء بيندموا عليها بعد كده، لكن هيهات أن ينفعهم أو يعيد ليهم أبنائهم زي ما كانوا. بيقول إن القصة دي قريتها في مجلة من المجلات، والله أعلم بصحتها، لكنها بتعلمنا حاجة مهمة: التأني قبل الندم. بيقول في منطقة من مناطق صنعاء كان في هناك امرأة بتعمل خياطة، وفي يوم جات لها عروسة عشان تخيط فستان الفرح اللي بيبلغ ثمنه 20,000 ريال يمني. ولما بدأت الخياطة شغلها في الفستان لقت ان في ادوات للخياطة ناقصة، فراحت للسوق عشان تشتري الادوات الناقصة، وسابت فستان العروسة فوق مكنة الخياطة وكان المقص جنبه. ولما رجعت من السوق لقت ابنها الصغير اللي عنده 7 سنين قص فستان العروسة لقطع صغيرة، فجن جنون الأم وقامت بضرب الطفل ضرب شديد جدا. ولما كانت بتضربه كانت بتقوله: شلوك الجن، يعني أخدوك الجن. وبعد ما ضربته دخلته الحمام وقفلت عليه الباب، وكان الطفل بيبكي بكاء شديد وبيصرخ ويضرب الباب. وبعد ما عدى نص ساعة الأم ما سمعتش صوت ابنها، فخافت عليه وجريت على الحمام تفتح الباب، لكنها ما لقتش ابنها جوه الحمام، فخافت وقفلت الحمام مرة تانية، فسمعت صوت ابنها تاني جوه الحمام. ولما فتحت الحمام للمرة التانية ما لقيتهوش. جريت على شيخ في الحارة وحكت له القصة، فسألها الشيخ: لما كنت بتضربيه كنت بتقولي له ايه؟ قالت له: كنت بقول له شلوك الجن. فقال لها الشيخ: يبقى الجن خطفوا ابنك، وللأسف مش هتعرفي ترجعيه تاني إلا لو ربنا أراد إنه يرجعهولك. وصوت ابنك اللي في الحمام ده للأسف هتسمعيه طول ما انت ساكنة في البيت، ولو انت مش مستحملة الصوت ده انصحك انك تسيبي البيت وتعزلي المكان تاني. والمرأة اخبرت زوجها بالكلام ده، وجن جنونه لما عرف ان ابنه الجن خطفه، وسمع كلام الشيخ وساب البيت هو ومراته. وبعد فترة جه ناس جدد يسكنوا البيت، وبعد فترة من سكنهم في البيت سمعت ربة المنزل صوت طفل بيبكي في الحمام، فجرت عشان تشوف مين اللي في الحمام بيصرخ. ولما فتحت باب الحمام ما لقيتش حد، ولما جت تقفل باب الحمام تاني سمعت نفس الصوت، فخافت وراحت عند جارتها، فحكت لها قصة الصوت اللي في الحمام، فقالت لها جارتها ان ده يبقى صوت ابن اصحاب البيت القدام. ولما الست خافت على نفسها وعيالها وجوزها عزلوا من البيت، وفضل البيت مهجور لحد يومنا ده. وبس دي كانت نهاية القصة الرابعة والأخيرة. يا رب تكون القصص دي عجبتكم، وما تنسوش لو القصص عجبتكم تعملوا لايك وشير للفيديو من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولوا توصلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين فيها، وما تنسوش تنضموا لصفحتنا على الفيس. وإن شاء الله أشوفكم على ألف خير في الحلقة الجاية، وأقول لكم مع السلامة.